دفاع خطيره جدا، محاوله تحديد، تصويب غريب يا ولد، عالمي يا ولد. شوف كم واحد من نصر وما ضغطوش، شوف كم واحد من نصر وما ضغطوش. الفتح الرباطي يتقدم باول اداء في المباراه في خطا كبير جدا جدا في عمليه الضغط. شوف الراجل استلم ازاي، وست سبع ثمان لعيبه بالنسبه للنصر السعودي. المشكله اللي كانت موجوده في اللقاء الاول هي عمليه الضغط وعمليه اللياقه البدنيه، وكان السؤال عليه اكثر من علامه استفهام ان بعد فتره اعداد في تركيا وبعد معسكر كبير. شوف كم لعيب من النصر، شوف كم لعيب من النصر، والراجل بص عد لقطه غريبه جدا دي لازم الاستوديو التحليلي هياخدها. شوف كم واحد، خمسه هنا في الحته دي وفي ثلاثه تاني وراهم وفي واحد قدامهم، يعني خمسه وثلاثه وواحد، حوالي 9 لعيبه من نادي النصر جوه البوكس جوه الصندوق. وبرغم كده الراجل خلاص دخل البوكس وجري بالبوكس وسجل هدف جميل جدا لصالح فريق نادي الفتح ليعلن عن اول اداء في اللقاء ويجعل المقدمه لحد يوم بدايه الدوري السعودي. ركله جزاء عالميه يا ولد يا ولد يا ولد. محمد فوزير عنوان لاستاد الاسكندريه. الهدف الثاني، وكان ممكن يكون عامل النهارده الحقيقه هاتريك لو سجل الانفراد اللي اتخبطت كمان في العارضه. شوف الهدف الثاني الجميل بالنسبه للفتح عن طريق محمد فوزير. سبحان الله، 2-0 الفتح الرباطي. اكثر المتفائلين للفتح الرباطي المغربي ما كانش يتوقع ان في اول نص ساعه يتقدم 2-0 على النصر السعودي، واكثر المتشائمين بالنسبه للعالمي، بالنسبه لصاحب الرقم القياسي الجميل، وبالنسبه للبيج نيم في الكره السعوديه النصر، ما كانش يتوقع انه يخسر. كله مبسوط في الدنيا. ركله جزاء على طول فوزير، ليلته الهدف الثالث. هاتريك يا ولد، هاتريك. محمد فوزير يسجل الهدف الثالث. 3-0 32 دقيقة يسجل الفتح الرباطي المغربي ثالث أهدافه في مرمى فريق النصر السعودي. ارفع راسك انت فتحاوي رباطي. شوف الجماهير المغربية هتزيد طبعا لما الفريق يروح للدور الثاني، هتلاقي نص المدرجات دي جت خلاص بقى من كل مكان في المغرب الشقيق. متعة ما بعدها متعة واجواء جميلة، واحلى من $2.5 مليون هو الالتقاء العربي الجميل، وهي طبعا المقاصد الجميلة من التجمعات العربية في مثل هذه البطولة وفي اجواء ساحرة هنا في الاسكندرية. الكل مبسوط والكل سعيد، الكل مبسوط والكل سعيد. المغربي بيزمر ويرفع